الفيديو ده للناس اللي شايفة إن رمضان هيبقى عقبة أو مشكلة في مذاكرتهم ودراستهم ومش عارفين يعملوا إيه. عشان كده أنا مش جاي أقولك إزاي تذاكر في رمضان، أنا جاي أقولك إزاي تذاكر أكتر في رمضان وتكون نشيط، تقدر تعمل كل اللي أنت عايزه في رمضان من غير ما تقابل أي مشكلة. السلام عليكم، أهلا بك صديقي في فيديو جديد. أنا عبد الرحمن أحمد من قناة لايت أوف داركنس، نور الضلمة، وهقول لك في الفيديو ده صديقي إزاي تذاكر أكتر في رمضان وتنتج أكتر. في الأول لازم أوضح حاجة مهمة، وهي إن رمضان معايا غير رمضان معاك يا صديقي، غير رمضان مع أي حد تاني. كل واحد بيتعامل مع الشهر ده من وجهة نظره، وبيتعامل بالروتين وبالطريقة اللي هو متعود عليها. في ناس ممكن تشوف الشهر ده على إنه فرصة إنه يخس، وفي ناس بتعتبره طبعا فرصة للعبادة والتقرب إلى الله أكتر، أو ممكن تشوف إن هو فرصة لإنه يذاكر وينتج أكتر في يومه. وعلى العكس تماما، في ناس بتشوف ان رمضان ده شهر الجوع والعطش والصداع، ودايما بيحسوا ان هم تعبانين وان هم اي حاجه بيعملوها في يومهم بيكون بصعوبه ومبقاش قادرين يعملوا حاجه في الشهر ده. فاكيد يا صديقي انت من الناس اللي بتشوف ان هو فرصه لانه يذاكر وينتج اكتر، بدليل انك فتحت الفيديو ده لسه موجود لحد دلوقتي. دلوقتي انت معاك توقيتين او فترتين تقدر تخلص فيهم اللي انت عايزه، وبعد ما اتكلم عن كل فتره هقول لك ايه الفتره الاحسن ليك يا صديقي وايه الفتره الاحسن عموما. واول فتره وهي بعد التراويح، بعد صلاه التراويح اللي تقريبا هتخلص على الساعه 9، او بتبقى على حسب المسجد اللي انت بتصلي فيه. فانت تبدا تذاكر من بعد صلاه التراويح لحد قبل الفجر، يعني على وقت السحور كده مثلا. يعني معاك حوالي من 9 ل 4، يعني تقريبا 7 ساعات مذاكرة متواصلة تقدر تخلص فيهم كل اللي انت عايزه، وتقسم وقت المذاكرة بتاعك على مدار السبع ساعات دي، يعني عن طريق ان انت مثلا تذاكر 25 دقيقة متواصلة من غير ما تقوم من على الكتاب ولا تقوم من على المذاكرة خالص، وتاخد لك مثلا 5 دقايق راحة او 10 دقايق، وترجع تكمل تاني وهكذا لحد ما يأذن الفجر، وتنزل تصلي الفجر في المسجد. وبعد ما تخلص صلاة الفجر تروح كده تنام لحد الظهر، لحد الساعة 12 تقريبا، وبعدين طبعا تصلي الظهر. وبعد ما تصلي الظهر تبدأ تذاكر من الساعة 12 ونص مثلا لحد الساعة 3 ونص، يعني معاك في الفترة دي وقت زيادة 3 ساعات تقريبا تقدر تذاكر فيهم براحتك. وما رشحش أبدا إنك تذاكر في الفترة ما بين العصر والمغرب، لأن بيبان عليك أعراض الصيام بشكل كبير جدا، تبدأ تحس بالتعب، تبدأ تحس بالعطش والجوع، وبتبدأ تحس إن طاقتك كده خلصت وإنك مش قادر تعمل مجهود ولا قادر تركز في أي حاجة. فأنت ممكن تعمل حاجة تانية تماما، وهي إنك تنزل المسجد وتقعد فيه وتقرأ قرآن وتدعي كتير وتصلي وتعمل كل اللي أنت عايزه، أحسن من إنك تعمل أي مجهود ولا أي حاجة. وفي ناس كتير جدا بتعملها، وبشوف إنك تبقى قاعدة في المسجد في الوقت ده. أنصحك بحاجة وهقول لك على حاجة يا صديقي مفيدة أو إيجابية تقدر تعملها في الوقت ده، هي إنك تنزل في مسجد في الوقت ده تتعبد وتقرأ قرآن وتصلي لحد ما المغرب يأذن، وتصلي المغرب كده وتفطر. بعدين تقعد لحد العشاء وتصلي العشاء وتصلي التراويح، ومعاك من الساعة 9 تقريبا من بعد التراويح يعني لحد الساعة 4، لحد وقت السحور، يعني لحد قبل الفجر زي ما قلت لك، يعني تقريبا ال7 ساعات هم بيتكرروا تاني. تبدأ تعيد كل يوم الروتين ده، تقدر انت تخلص فيه اللي انت عايزه. ولو ركزت كده او لاحظت في الروتين ده هتلاقي ان معاك تقريبا 10 ساعات في اليوم تقدر تخلص فيهم كل اللي انت عايزه ومذاكرتك بقى او شغلك اللي عليك. وتاني وقت هو بعد الفجر، والوقت ده طبعا بيبدأ بعد السحور وبعد ما تنزل تصلي الفجر في المسجد، واللي تقريبا الصلاة بتخلص على الساعة 5 ونص مثلا، وبرضه على حسب المسجد اللي انت بتصلي فيه. يعني انت معاك مثلا من الساعة 5 ونص لحد الظهر لحد الساعة 12 تقريبا تقدر تخلص وتذاكر فيهم اللي انت عايزه، يعني معاك حوالي 6 ساعات ونص تقدر تذاكر فيهم براحتك. وبعدين تصلي الظهر، بعدين ترجع تنام لحد العصر. ومهم قوي قوي في الروتين ده انك تنام لحد العصر، تنام لحد العصر هنا وما تكملش نومك لحد المغرب، وهتفهم ليه. وفي الوقت طبعا اللي هو ما بين العصر والمغرب تقدر انك تنزل المسجد زي ما قلت لك في الفتره الاولى وتدعي وتصلي فيه، تقرا اذكار كده وتحس انت براحه نفسيه اصلا، وتحس ان انت مرتاح كده وبسكون تام، يعني لحد ما المغرب يأذن وتصليه
وترجع تفطر وتقعد لحد العشاء وتصلي العشاء وتصلي التراويح، بعدين ترجع تنام على طول. واللي هيساعدك في النوم هنا بعد صلاة التراويح هو نومك الثلاث ساعات اللي ما بين الظهر والعصر زي ما قلت لك في الأول. وبعدين تصحى على وقت السحور واللي هو الساعة 4 مثلا، أو على حسب برضه كل واحد فينا يعني وظروفه وبيتسحر إمتى. وكل وقتها خدت لك حوالي 7 أو 6 ساعات نوم. وبعد ما تتسحر تنزل تصلي الفجر في المسجد، وترجع بقى تبدأ شغلك ويبدأ يومك من الساعة 5:30 لحد الظهر لحد الساعة 12 تقريبا. وتبدأ بقى إنك تعيد وتكرر الروتين ده كل يوم. دلوقتي بعد ما شرحت ووضحت الفترتين اللي ممكن تذاكر فيهم أكتر في رمضان تنتج فيهم بشكل أكتر، أنهي فترة أحسن أو أنهي فترة أفضل بالنسبة ليك؟ بعد الفجر ولا بعد التراويح؟ طبعا هقول لك إن الوقت بعد الفجر ده وبعد ما تصلي الفجر كده في أي يوم عادي مش شرط رمضان بيكون الوقت ده فيه بركة، وبتحس كده إن أي مشكلة مثلا عندك تقدر إنك تحلها في الوقت ده. والوقت ده حقيقي وقت سهل جدا، أنا مجربه كتير. في ناس كتيرة جدا بتحس إن الوقت ده معاها فيه راحة نفسية وتقدر إن هي تنجز فيه اللي هي عايزاه. عشان كده هنصحك وأقول لك إن الوقت بعد الفجر ده سواء بقى في رمضان أو بعد رمضان الوقت ده صحي جدا إنك تصحى بدري كده وإنك تكون نشيط وإنك تحاول تظبط نومك طبعا يعني على الوقت ده وتبدأ مذاكرة وشغل فيه. خصوصا بقى لو أنت طالب ثانوية عامة يا صديقي، فطبعا الوقت ده أحسن وقت إنك تذاكر فيه. بمناسبة الثانوية العامة فأنا قريب جدا هنزل فيديو إن شاء الله يعني يا صديقي تستفاد منه، بما إن يعني الجدول نزل خلاص وتقريبا فاضل 3 شهور على بداية الامتحانات، فالفيديو ده هيكون فيه كلام كتير جدا وكلام مهم وإن شاء الله يعني هتستفاد منه يا صديقي. طيب دلوقتي أنا قلت لك على فترتين أو توقيتين تقدر إنك تذاكر فيهم وتخلص فيهم اللي أنت عايزه. يعني معنى كده إن رمضان هو مش شهر الصيام بس، هو مش شهر التعب بس، هو مش شهر الجوع بس أو العطش بس يعني أو الصداع أو أي حاجة وحشة يعني. لا، رمضان ده على حسب ما أنت تشوفه، على حسب رؤيتك ليه، على حسب ما أنت بتتعامل معاه زي ما قلت في أول الفيديو. وطبعا هو مش شهر صعب دراسيا أو معقد دراسيا يعني إنك تذاكر فيه. طبعا أنصحك بحاجة يا صديقي في آخر الفيديو، وهي إنك تحاول قد ما تقدر تستغل الشهر ده في انك تنتج اكتر، انك تقرب من ربك اكتر، انك تصلي، انك تعمل حاجه ايجابيه في حياتك او تبطل عاده سلبيه مثلا انت كنت بتعملها. لان طبعا عارفين يعني كل سنه وانتم طيبين الشهر ده ما بيجيش غير مره واحده بس في السنه، فحاول انك تستغله بالشكل والطريقه الايجابيه اللي ممكن تستفاد منها بعد كده في حياتك. وبس كده يا صديقي، كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسانيش بقى لو انت شفتني في اليوتيوب انك تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وانك تعمل لايك. ولو انت شفتني على صفحة الفيسبوك ما تنسانيش طبعا بالفولو الجميل بتاعك يا صديقي. وبس كده، اشوفك فيديوهات تانية كتير. سلام.